السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة عاملين وصفة سهلة وسريعة وتحفة جدا. النهاردة عاملين فراخ التندوري، رز بالخضار، رز بسمتي بالخضار، وسلطة زبادي. حاجة كده اللهم بارك، تحفة جدا، سهلة سريعة جدا. فراخ التندوري هي وصفة هندية، من المميز فيها انها لها طعم ولون مختلفين عن اي فراخ عادية. بيبقى لونها احمر كده زي ما انتم شايفين. طبعا التصوير كمان مش موضح قوي، بس هي بتبقى لونها احمر نتيجة الالوان اللي احنا بنضيفها عليها علشان تدي اللون الاحمر الجامد ده، وطبعا الوان طبيعية. وتاني حاجة البهارات المميزة اللي بنحطها عليها، طبعا ده بيدي طعم مختلف جدا. طبعا انتوا عارفين الهنود بيحبوا البهارات في الاكل بتاعهم، وبيبقى الاكل سبايسي شوية. ودي من الوصفات الجامدة اللي طعمها تحفة جدا. شايفين الطبق الخطير؟ تعالوا بينا بقى نشوف المقادير. اول حاجة نعمل مع بعض الرز عشان نخلص كده الرز ويبقى خلصنا اول حاجة معانا. معايا معلقتين من زيت الزيتون، وهنزل عليهم بكمية من البصل، كده حوالي بصلاية حجمها يعني متوسط مائل للكبير شوية، متقطعة مكعبات. هنزل بيها واشوحها كده معايا في معلقتين زيت الزيتون لحد ما البصل اللي هتبقى واخدة اللون الشفاف انتوا شايفينها اخدت لون كمان. على فكرة الفيديو متسرع، فانا بشرح ان انتوا تفهموا ان البصل اخد لون، يعني اخد لون شفاف او مائل للمكرمل شوية. نزلت بعد كده عليها بالبسلة والجزر. قد ايه بسلة وقد ايه جزر؟ كوبايتين من البسلة عليهم كوباية من الجزر. وهشوح الكلام الخطير ده لحد ما يمتزجوا ببعض كويس جدا. بعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي، نص معلقة من البابريكا، ونص معلقة من الكركم، وحبة صغيرين كده من الفلفل الأسود، حوالي ربع معلقة من الفلفل الأسود، ونص مكعب من الدادو فيجيتالي اللي هو مكعب مرقة الخضروات. وأنا قلت لكم قبل كده ما بستخدمش مرقة لحمة ولا مرقة فراخ، بستخدم مرقة خضروات أو مرقة فونجي بس، اللي هي مكعبات الفونجي وبس، اللي هي المشروم يعني. أخدت نص مكعب صغير من الخضروات، مكعبات الخضروات، وهنزل بيه زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنزل بالرز بتاعي. الرز بتاعي بسمتي مغسول، مش بنقعه، بغسله بس مرة واتنين وتلاتة لحد ما المية تبقى شفافة. وهنزل بيه على الخضار بتاعي الجامد ده، يديني بقى شوية رز بالخضار تحفة جدا. لو مش عايزة تحطي نص مكعب الخضروات ده، تقدري تضيفي شوربة، نص شوربة ونص مية، يعني تسوي الرز بالشوربة، فطبعا يبقى تحفة جدا. الرز لوحده كان يتاكل من غير اي حاجة جنبه، لوحده خطير خطير خطير. ومن الوصفات المميزة للرز بتاع اللي أنا بحبها، الرز البسمتي اللي بالخضار والبهارات ده تحفة جدا 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 جدا. هنقلب الكلام الخطير ده كده مع بعض، وهحط الملح والمية السخنة اللي بتغلي على الرز. ولو شايفة الفيديو للنقطة دي ما تنسيش تذكري الله وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. وما تنسيش اللايك والكومنت والمشاركة للفيديو. ما تنسيش برضو انك تحفظي الفيديو عندك وتشاركيه مع اصحابك، و علشان يوصلك كل جديد. وطبعا تخليني تساعديني على اني استمر وما ازهقش واكمل معاكم طالما المحتوى بتاعي بيعجبك وبتستفيدي منه. فما تنسيش اللايك والمشاركة للفيديو. خلصنا خلاص الرز وبدأ يتشرب، غطيت عليه خالص زي اي رز عادي خالص. هنا بقى معايا بقى طاسة حطيت فيها معلقتين من زيت الزيتون، وانزل شوية بالبهارات بتاعتي اللي احنا هنعملها للفراخ. البهارات بتاعتنا ايه؟ نص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الكزبرة، ومعلقة من البابريكا. ولو عندك الفلفل الكشميري حطي معلقة كبيرة من الفلفل الكشميري، ده بيساعد ان الفراخ تاخد لون احمر تحفة غير الالوان اللي احنا هنضيفها. وكمان بيدي طعم سبايسي، لان الفلفل الكشميري بيبقى طعمه حامي شوية وصابوريته قوي طبعا، وطعمه مميز جدا. بس انا ما لقيتش بصراحة، بس جبت الجرام مسالة، حطيت معلقة كبيرة كمان من الجرام مسالة علشان دي اساسي في الوصفة. لكن الفلفل الكشميري ما لقيتهوش، فاستعدت عنه بمعلقة من البابريكا. والفلفل الكشميري جبته من محلات الهنود، في هنا محلات الهنود بيبيعوا كمان بهارات وحاجات بتاعتهم خاصة بيهم، فجبت من عندهم الفلفل الجرام مسالة، بس ما لقيتش الفلفل الكشميري. يبقى البهارات بتاعتنا معلقة من البابريكا، ومعلقة من الجرام مسالة، ونص معلقة من الكركم، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة. وحطيت الفلفل الاسود بس حطيته في الوصفة هنا مع الزبادي.
هنزل بالبهارات بتاعتي. يعني دلوقتي انا هضيف الفلفل الاسود، تقدري تضيفي كمان ربع معلقه او نص معلقه من الفلفل الاسود. بهاراتي اهي خلاص اتشوحت مع زيت الزيتون، هنزل بيهم كده زي ما انتم شايفين. نص كوبايه من الزبادي، عليهم معلقه من الثوم المفروم، ونص معلقه من الجنزبيل الفريش المفروم. نص معلقه من الجنزبيل الفريش المفروم، معلقه من الثوم المفروم، نص كوبايه من الزبادي. وحطيت البهارات بتاعتي، وهحط معلقه كبيره من المستردة، والمعلقه الكبيره من المستردة دي بتدي طعم خطير في الوصفه دي. وحطيت عصير ليمونتين كبار. يبقى كده خلاص البهارات بتاعتنا تحفه جدا وما فيهاش اي حاجه صعبه. حطينا معلقه من المستردة، حطيت الفلفل الاسود بضيفه دلوقتي، وحطيت البهارات بتاعتي اللي ضايفاهم ومشوحيهم مع زيت الزيتون، ونزلت بالزبادي والليمون، وحطيت كمان الثوم والجنزبيل الفريش. نقلب الكلام الخطير ده، وبعد كده ننزل على حطيت الملح بتاعي، هننزل بقى عليه بالفراخ. الفراخ بتاعتي تكون متقطعة ومتشال منها الجلد. ده لون الطعام اللي انا استخدمته عشان يدينا اللون الاحمر زي ما بنشتريها جاهزة من بره. استخدمت لون طعام احمر اللي هو بيبقى سائل كده زي ما انتم شايفين. تحطي بقى اللون اللي انت عايزاه. عايزة تزودي اكتر من كده هتطلع معاكي حمرة جدا ولونها غامق قوي. عايزة تخليها لونها احمر بس مش جامد قوي، دي يعني تركيز اللون تقدري انت تضيفيه براحتك خالص عن طريق النقط اللي انت بتضيفيها من الوان الطعام. طبعا لازم تكون الوان طعام مصرح بيها. حطيت معلقه من الشطه، وشطه دي علشان انا استخدمت بابريكا ما استخدمتش الفلفل الكشميري، بيبقى طبعا سبايسي لكن البابريكا مش سبايسي دولشي بتاعتي، فحطيت عليها معلقه من الشطه. وطبعا وصفه هنديه يعني لازم تكون سبايسي. شلت الجلد من الفراخ متنضفه وشايله الجلد منها، وفصلتها زي ما انت شايفه من كل الاتجاهات عشان تستوي معايا كويس. خصوصا ان انا هسويها في الطاسه مش هدخلها الفرن. لو هدخلها الفرن بعد اول نص ساعه في الفرن والفراخ تكون بدأت تدخل في السوا، اروح جايبه الفرشه وشويه من الصوص وادهن على الوش تاني. لكن لو في الباديلا هوريكي دلوقتي طريقه التسويه ازاي. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض سلطة الزبادي، وبطريقة سهلة وبسيطة جدا. كمية من الزبادي زي ما انت عايزة، تحطي بقى كوباية، تحطي اقل براحتك خالص. بس طبعا الفراخ دي مع الزبادي هي اساسي انك لازم تاكلي معاها سلطة زبادي. فانا استخدمت علبتين من الزبادي زي ما انتوا شايفين كده. وكنت غاسلة خياراية حجمها متوسط شوية، قشرتها وبشرتها. لازم تقشريها كويس جدا وتبشريها، هتبقى تبشريها بشر ناعم زي ما انت شايفه. وهتدي معاكي زي كأنها فيها صوص كده شويه. هو ده اللي هيدي معاكي الزبادي القوام اللي احنا عايزينه، اللي يكون خفيف شويه عشان تاكلي بيه الفراخ. هحط الملح بتاعي زي ما انت شايفه كده، حطيت حوالي نص معلقه من الملح، وهحط الفلفل الاسود. تقدري تضيفي عليها توم، تقدري تضيفي عليها ليمون، تقدري تضيفي على سلطه الزبادي الحاجه اللي انت بتحبيها. وتقدري تعمليها كمان زي ما قلت لك قبل كده بال الاوريجانو. تقدري تعملي سلطه الزبادي بالنعناع، يعني على حسب ما انت بقى بتحبيها. انا عملتها النهارده بالخيار وشويه من الفلفل الاسود وحبه من الملح. تقدري زي ما انت عايزه زي ما قلت لك. تقدري كمان تضيفي عليها فص من الثوم المفروم، وتقدري تضيفي عليها كمان معلقه من عصير الليمون. هنا كانت الطاسة بتاعتي سخنتها، وهنزل بالفراخ بتاعتي بعد ما كانت سبتها في التتبيلة حوالي ساعتين. يعني من ساعتين لثلاث ساعات، مش أقل من كده. لازم أقل حاجة ساعتين علشان تكون اتشبعت من التتبيلة ودخل فيها طعم البهارات الخطير اللي احنا استخدمناه. والفراخ دي وصفة مميزة بطعم البهارات اللي فيها، لان جرام مسالة ده له طعم كده مميز، وتحسيه ميكس من بهارات كتيرة، فمديها تيست كده مختلف شوية عن اي تتبيلة فراخ اكلتيها قبل كده. طعمها تحفة جدا وخطيرة بجد. زي ما انتوا شايفين انا مش هضيف لها ميه ولا اي حاجه. لكن لو الفراخ بتاعتك لقيتيها نشفت، تقدري تضيفي عليها معلقتين من الميه كده وانتي بتسويها. لقيتيها نشفت ولسه ما استوتش ومحتاجه شويه سوائل، تقدري تضيفيها. لكن انا الفراخ هتنزل سوائل فهتستوى فيها وهتطلع تحفه. واوريكي في اخر الفيديو الفراخ استوت وبقت دايبه ازاي من غير ما اضيف لها ميه ولا اي حاجه. انا هفضل اقلب فيها زي ما انت شايفه كده. غطيتها راحت منزله السوائل اللي فيها، وهقلبها على الجنب التاني لحد ما تستوى. كل مثلا جنب اسيبها عليه 10 دقايق، واقلبها على الجنب التاني لحد ما تستوى معايا وتبقى تحفة ودايبة. ولونها بصي لونها احمر وخطير ازاي. تقدري كمان تزودي اللون لو عايزه اكتر من كده. هي لونها احمر قوي بس ممكن مش باين في الفيديو قوي او في الاضاءه والتصوير. انا كنت بحاول اوريكي اللون بس يعني ما بانش برضو اللون في الحقيقه.
هنا كانت الفراخ بتاعتي استوت، حطيت الفحم على النار علشان انا عايزه اعملها بطعم الفحم زي ما بنشتريها من بره بالظبط. فقطعه الفحم بتاعتي هحط عليها شويه من الزيت صغيرين، وهديها كده ايه يعني هطفي الفحمه بالزيت واغطي عليها بحيث ان الفحم يتشبع كده في طعم الفراخ ويدي طعم تحفه جدا. وهنا كنت باخد شوية كده عشان اوريكي ازاي هعمل طبق تاني. يعني انا عملت السيرفيس ده وحطيت فيه الفراخ وسلطة الزبادي زي ما انتوا شايفين، وهوريكي طريقة التقديم التانية اللي تقدري تقدمي بيها وتبقى طبعا شكلها حلوة برضو وطعمها خطيرة. هي اهم حاجة ان الطعم جامد جدا يا جماعة، طعمه حلو قوي 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 قوي. والرز كمان طعمه تحفة جدا مع سلطة الزبادي، يعني قطعة من الفراخ مع سلطة الزبادي مع معلقة من الرز، فيه كده يعني تناغم غير طبيعي في الوصفة دي. تحفة وسهلة وسريعة وخطيرة جدا، يعني حاجة كده اخر جمدان. وهوريكي دلوقتي شكل الطبق التاني انا قدمته ازاي. زي ما انت شايفة قلبت البولة وحطيت عليها الرز، وبعدين هنا البولة بعدين بعدلها بيطلع بالشكل ده، واروح حاطة فيها سلطة الزبادي كده في النص، وهحط قطعة من الفراخ عشان اوريكي شكلها عامل ازاي ودايب ازاي. هي اصلا مش بصي بمسكها بتتفتفت، دابت استوت جدا، التتبيله كمان دخلت فيها. ما ننساش ان التتبيله فيها مستردة وفيها زبادي وفيها ليمون، مديها تيست عالي قوي. وكمان انك تعملي الفراخ مع تشوحي البهارات في الزيت قبل ما تضيفيها على الفراخ بتدي طعم جامد جدا. بصي الفراخ دايبه ازاي، اتفصلت اصلا بمنتهى السهوله والبساطه ازاي، تحفه جدا، دايبه دايبه دايبه. بصي الرز مفلفل وخطير، بوريكي بقولك وصفة تحفة تستحق التجربة. لو عجبك الفيديو متنسينيش من لايك ومشاركة، وبون ابيتي.